فوز على الاتحاد السكندري 1-0 ويواصل تصدر الدوري المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. انتهت منذ قليل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الزمالك 1-0 على الاتحاد السكندري، ووصول الزمالك للنقطة 43 وتصدر مسابقة الدوري المصري. مبروك للزمالك، مبروك لجمهور الزمالك، مبروك لعيبة الزمالك، مبروك لكل زملكاوي. هنتكلم على الماتش فيه كلام كتير النهارده، لان الماتش فيه الماتش قاعد يمر بمطبات كتير جدا النهارده، ولازم ناخد من الماتش دوت. الف مبروك. قلنا الاول الزمالك فاز، شكرا جزيلا، مبسوطين كلنا جدا. الجمهور النهارده عمل ملحمه تانية النهارده، بان ملا مدرجات التالتة يمين كلها، والدرجه التانية المخصصه ليه، والدرجه الاولى والمقصوره، وكان وداخله ولا اروع، واجواء ولا اروع، وتشجيع حماسي مرعب. فبصراحه كانت اجواء جميله جدا. بس لينا كلمه ان شاء الله دي في اخر بقى الفيديو لكابتن معتمد جمال، ان لازم يخلي باله فيها مع اللعيبه، لان احنا كنا على اعصابنا في الشوط الثاني، وبالذات في اخر نص ساعه، وكان ممكن نرتاح من بدري قوي، واحنا لسه ما عملناش حاجه. فعشان كده الواحد متوتر شويه بعد الماتش، لان حصل كده في شويه مواقف وشويه رعونه في الشوط الثاني خلتنا على اعصابنا. وهنتكلم على احداث المباراه، وهنتكلم على الكلام ده كله مع بعض. الزمالك النهارده بدأ بتشكيل مكون من مهدي سليمان حارس مرمى، قدامه محمد ابراهيم باك يمين، وجنبيه محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بن تايك، قدامهم محمد شحاته واحمد فتوح وعبد الله السعيد، قدامهم خوان بزيره وناصر منسي وشيكو بنزا. كده تقريبا ده التشكيل، ما عدا بس هو مهدي سليمان لعب مكان محمد صبحي. ده تشكيل الشوط الثاني اللي عدل بيه المباراه قدام بيراميدز لو نفتكر، اللي هو بيلعب بجناحين صريحين وخط وسط نزل فتوح 8، فنفس التشكيل ده. النهارده كان بيلعب بالجبهات، كان الجبهه اليمين محمد ابراهيم في الجبهه اليمين، ومعاه فتوح. هو بيلعب المفروض بستة وثمانيتين، 6 محمد شحاته، وكان احمد فتوح بيخش مع الجبهه اليمين، بيبقى زي 8 يمين ناحيه اليمين، وعبد الله سعيد ناحيه الشمال 8 ناحيه الشمال. فاحمد فتوح بيخش بيكون جبهه مع محمد ابراهيم واخوان بزيره، وعبد الله سعيد بيكون جبهه مع محمود بن تايك وشيكو بنسا. الزمالك بدأ ضغط قوي جدا من اول دقيقه في المباراه، وفعلا في الدقيقه الاولى و20 ثانيه، في الدقيقه الثانيه قبل ما تكمل دقيقتين، كان ناصر منسي بيضيع فرصه في الستة ياردة برضه. كان ممكن شاط الكرة ضعيفة مسكها جنش، كان جنبيه بزيرة فاضي جدا على بعد خطوات من المرمى، لو لعبها له. لازم نركز في الفرص دي. بعدها في الدقيقة 6 جت فرصة تانية برضه لناصر منسي، بس من كرة من محمد إبراهيم، بس كانت متطرفة شوية، سدد الكرة، كان المدافع عمل عليه بلوك بتاع الاتحاد السكندري وطلعت كرة. لغاية ما وصلنا للدقيقة 11، بعد 10 دقايق بالظبط، في بداية الدقيقة 11 احمد خوان بزيره كره من ناحيه الجبهه اليمين، خوان بزيره رجع الكره لفتوح، فتوح رفع كره قطريه بطول الملعب كده، مش اوفر عرضي، لا قطري كده، ضرب بيها الدفاعات كلها من ورا الدفاعات، اتحرك لها ناصر منسي، طلع من اعلى نقطه، حطها على شمال جنش في الزاويه البعيده، كان مثبته فيها جون ولا اروع، ما يجيبوش غير راس حربة متمكن، راس حربة متمكن في ضربات الرأس، مثال لراس الحربة في التصرف. والزمالك بدأ خلاص، الزمالك احرز الهدف الاول، والضغط جاب نتيجته في الدقيقة بعد 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط كانوا كافلين ان الزمالك يتقدم. بداية ولا اروع وبداية ولا اجمل، واستمر الزمالك على كده بالبداية ديت لغاية ما وصلنا بعد كده ان في الدقيقة 17 اول فرصة للاتحاد السكندري، ضربة حرة مباشرة، قفشة محمد مجدي، قفشة اللاعب الاهلي المعار في الاتحاد، لعب الكورة من ضربة الحرة المباشرة، بليسنج جت في العارضة ورجعت، موبولولو ما عرفش يكملها، والحمد لله ان الكورة الفرصة ضاعت. بعد كده في الدقيقة 21 محمد شحاتة برضه في كورة جوه ال 18، جنبيه زمايله كلهم، هو مصمم يلف حوالين نفسه ويسدد الار 2، سدد الار 2 بعيدة جدا على شمال جنش وبعيدة عن المرمى، وبرضه ادي فرصة ثالثة بتضيع. انا النهارده حاسبهم النهارده تقريبا 10 فرص للزمالك ضاعوا غير الهدف اللي الزمالك احرز، دي الفرصة الثالثة.
بعد كده في الدقيقة 31 كرة أسهل بقى لناصر منسي، اتلعبت له من فوق الدفاع وبالهيد بالراحة خالص، لعبها هو ما وجههاش كويس ولعبها يعني برعونة شوية عكس الكرة الأولانية، صدها جنش بسهولة جدا. كان دي فرصة الهدف الثاني برضه، ادي الفرصة الرابعة في الشوط الأول. لغاية ما جت الدقيقة 35 وكريم الديب حصل منه تدخل في وجه بالحذاء بتاعه، في وجه بزيرة، في وش بزيرة. الفار خد انذار فيه وفاول. الفار ساعتها طلب الحكم شاف اللعبة. القانون بيقول اي تدخل في الوجه بطرد، خد طرد. كان قبل الكرة ديت في كرة شيكوبانزا، انا مش عارف الفار عداها ازاي. انا في رأيي ان كرة شيكوبانزا ديت كانت ضربة جزاء واضحة جدا، ومش عارف برضو الفار عداها ازاي. ما علينا، هنكمل اللي حصل. بعد الطرد حسيت ان فرقه الزمالك هديت خالص، والامور يعني هديت خالص، كأن خلاص الماتش ايه يعني، مفيش القوه والجديه. انا نفسي لما حتى تحب تهدى وتهدي الريتم، جيب جولين ثلاثه وبعد كده اهدى، يعني حتى لو جيب جولين ثلاثه وبعد، انما انت لسه 1-0. وللاسف محمد شحاته عمل تدخل كارثي عنده في نص الملعب، وعمل تدخل، خد في انذار. رجع الفار لان هو دخل برجله تدخل غريب جدا على لعيب الاتحاد في كرة ملهاش اي لازمه. وللاسف محمد شحاته ده اللي بيعيبه انه عنده تهور رهيب جدا. الفار ساعتها الجهاز بتاع الاتحاد بدأ يعترض وكده، والفار استدعى الحكم. فهي بصراحة هو طرد مستحق جدا لمحمد شحاتة، وللأسف الطرد ده كان نقطة تحول في المباراة، وأثر على الزمالك في المباراة تأثير كبير جدا، وأنا هقوله إزاي. وده كان في آخر الشوط الأول، وانطرد محمد شحاتة. حتى أنا ساعتها كتبت كده، قلت مفيش صرفة قدام الزمالك إن لازم أحمد ربيع ينزل مكان عبد الله السعيد. ليه احمد ربيع مكان عبد الله السعيد؟ لان انت عندك خط الوسط مش باقي فيه غير عبد الله السعيد واحمد فتوح. عبد الله السعيد طبعا كتر الف خيره، ملوش دعوه، يعني مش هينفع يبقى هو اللعيب الديفندر اللي هو الصلب رقم 6، ما يقدرش يقوم بالموضوع ده وانت بتلعب 10 لعيبه. وفي نفس الوقت احمد فتوح اصلا هو بيلعب 8 وهو اصلا مش لعيب خط وسط. فانت دلوقتي لازم تنزل احمد ربيع، والطبيعي هينزل مكان عبد الله السعيد. وفعلا ده اللي حصل، ان معتمد جمال نزل احمد ربيع مكان عبد الله السعيد. بس انا في رايي ان دي كانت نقطه تحول في المباراه، لانك حصل تعادل هنا 10 ضد 10 لعيبه. الناحيه الثانيه كان تامر مصطفى لما حصل عنده الطرد طلع مبولولو ونزل فادي فريد راس حربه مكان راس حربه، بس ده راس حربه شاب ومبولولو كبير شويه. وهو اصلا كان عنده، يعني كان عنده 4 لعيبه في الجانب الهجومي. مبولولو ده كان راس حربه، ويسر وحيد وعبد الرحمن مجدي كانوا اجنحه، وكان محمد مجدي قفشه زي 10 او صانع لعب، اللعيب صانع اللعب معاهم. ده كان المربع الهجومي بتاعه. المهم هنلعب الشوط الثاني، بس الزمالك فقد حاجه مهمه جدا ليه دلوقتي. انت دلوقتي المساحات اتفتحت عندك وبتلعب 10 لعيبه قدام 10 لعيبه، فالمساحات كبيره جدا. فانت المفروض يكون عندك لعيب بصير زي عبد الله السعيد وفتوح يشغلهم في المساحات ديت، السرعات اللي عندك سواء في بزيره ولا في شيكو بانزا فلتستغل فيها. ولكن انت مضطر لازم تطلع واحد فيهم، وهتطلع عبد الله السعيد عشان الاكبر سنا، وكده كده عبد الله السعيد هيجي على الدقيقه 60 ولا 65 بالكتير، ومش هيقدر ده في الظروف العاديه وانت بتلعب 11، انما 10 والمساحات كبرت قوي في الملعب ما يقدرش يكمل. فكده انت خسرت اهم بصير عندك. يعني هو بصير كمان اعلى، يعني فتوح لعيب مهاري بس مش بصير زي عبد الله السعيد، فانت خسرت اهم بصير عندك. فكده انت خسرت الربط وخسرت اللعيب اللي بينسق اللعب بتاع الفريق كله، واللي هو يعتبر المنسق اللعب كله، وهو اللي بيتحكم في رتم المباراه. وانت في الظروف دي كنت انت محتاج عبد الله السعيد. فعشان كده انا في رايي ان طرد محمد شحاته كانت نقطه فارقه في المباراه، وغير سير المباراه خالص، وضغط الزمالك ضغطه وحشه جدا، ويرجع الاتحاد تاني للجيم يعني بتصرف، يعني تصرف متهور. ويا ريت يعني يتعظ منه، لان دي مش اول مره. شحاته ده اللي بيعيبه، لعيب كبير جدا ولعيب جامد جدا بس لعيب متهور. بدانا الشوط الثاني، الاتحاد ماسك نفسه عن الزمالك، والزمالك الخطوط مش مترابطه. ومع كده احنا في 4 فرص في الشوط الاول، في 6 فرص في الشوط الثاني للزمالك لما الماتش اتفتح. في المقابل احنا قلنا ان الاتحاد ملوش غير فرصه واحده اللي هي بتاعه قفشه في الشوط الاول، وليه 3 فرص في الشوط الثاني.
الثلاث فرص لعبد الرحمن مجدي والقفشه. قفشه فرصه وعبد الرحمن مجدي فرصتين، ده في الشوط الثاني. يعني في الشوط الثاني 3 فرص للاتحاد وست فرص للزمالك. ولكن المباراه كان فيها بقى، ما انا هحكي بقى القصه اللي حصل فيها، لان لازم نتعظ من المباراه ديت ومن اللي حصل فيها، لان اللي حصل فيها من لعيبه الزمالك ممكن يكلفنا كتير، بس ربنا سلم. بس مش كل مره هتعدي بسهوله كده، فربنا ستر المره دي، ولازم اللعيبه يبقى في وقفه معاها، وقفه قويه جدا معاها. اول تسديده في الشوط الثاني كانت في الدقيقه 60، كانت لاحمد ربيع، تسديده قويه بس متوسطه في وسط الجون، وجنش صدها بسهوله جدا لانها في نفس مكان تمركز جنش. دي كانت اول كوره ليه. بعد كده في الدقيقه 68 تسديده من عبد الرحمن مجدي، صدها مهدي سليمان، اللي هو فعلا هو خد مان اوف ذا ماتش، وهو فعلا رجل المباراه الاول بلا نقاش. وبصراحه هو من ضمن اهم اسباب ان الزمالك ياخد ال3 نقط النهارده. بعد كده جينا في الدقيقة 70 حصل تغيير، فتوح وشيكو بانزا خرجوا ونزل عدي الدباغ ومحمد السيد. ولما حصل التغيير ده محمد السيد نزل في نص الملعب مكان احمد فتوح، ونزل عدي الدباغ جناح يمين، بيميل ناحية راس، يعني ما بين زي بيميل ناحية اليمين، يعتبر زي جناح يمين، وراح شيكو بانزا في الجنب الشمال. في دقيقة، يعني هو نزلوا في دقيقة 70، في الدقيقة 71 عدي ضيع فرصة لا تضيع داخل ال6 ياردة. يمكن كان سابق الكرة شوية، الكرة عدت من جندش، هو سابقها شوية وما عرفش يسيطر على الكرة وما عرفش يوجهها داخل المرمى. ده في الدقيقة 71. التغيير ده يعني نشط الزمالك شوية وخلى في سيطرة تاني رجعت للزمالك، يعني لغاية الدقيقة 70 كان الاتحاد ماسك نفسه في الزمالك على الزمالك اكتر، ماسك نفسه في المباراه اكتر. فالتغييرات ديت محمد السيد ادى شباب وحيويه وروح في الملعب اكتر. بزيرة بدأ يشتغل ويتحرر في وجود محمد السيد ووجود بنتايك. الناحيه الثانيه محمد ابراهيم برضو بيتحرك كويس ومعاه عدي الدباغ، فبدأت الامور تمشي. في الدقيقة 78 بقى، في وسط الكرة ما ضاعت من عدي الدباغ كده داخل ال6 ياردة وكده، في الدقيقة 78 الاتحاد راح 2-1، اتلعبت الكرة بالعرض من عبد الرحمن مجدي، لعبها برجليه اليمين لان هو في الوسط في الجناح الايمن، وهو اشول لعبها برجليه اليمين ارضية جدا، ارضية قوية جدا، ويعني انفراد تام لمحمد مجدي. قفشه حب يلعب الكرة بليسنج كده من لمسة واحدة ببطن رجله. مهدي سليمان تألق، وكان فرصة هدف وفرصة تعادل تاني، وكانت في الدقيقة 78، كانت هتبقى في وقت صعب جدا. وتصدى للكورة مهدي سليمان تصدي كبير جدا، وتصدي مهم جدا جدا، من أهم برضو تصديات مهدي سليمان النهاردة، اللي أنا شايفه بصراحة يعني ما يقولوش ولا خطأ. حتى الكور العرضية والحاجات دي كلها كان يعني واقف على رجله في منتهى الثقة والثبات. في الدقيقة 80 حصل تغيير، عمر جابر نزل مكان محمد إبراهيم. بعد كده محمد السيد ضيع فرصة برضو من تسديدة برعونة رهيبة جدا. بعديها في الدقيقة 85 عدي الدباغ يعني ضيع كورة ما تضيعش. عدي الدباغ قاعد يعدي يمر ومعاه 3 لاعيبته 3 زمايله فاضيين، وبرضه هو الطمع عنده والفردية عنده، حب هو يلعب هو اللي بعد ما عدى المشوار ده كله والثلاثة زمايله فاضيين، لو لعبها لأي حد فيهم جون بسهولة جدا. سدد الكرة برجليه اليمين ضعيفة جدا وضيع فرصة برضه ما تضيعش. بعد كده نزل ادم كايد مكان ناصر منسي في الدقيقة 86. وفي الدقيقة 92 خوان بزيرة ضيع فرصة تانية، وضيع برضه فرصة هدف تاني من انفراد. بعد كده عبد الرحمن مجدي، وكان دي هيبقى عقاب بعديها على طول بثواني في الدقيقة 93 عبد الرحمن مجدي لعب كورة ارتو رهيبة جدا في المقص على يمين مهدي سليمان. الكورة تقريبا حكت في القايم كده وخرجت اوت، ده حاجة من عند ربنا. بعديها الدقيقة 95 عدي الدباغ ضيع برضه فرصة هدف تاني، وانتهت المباراة على كده. اللي احنا بقى يعني لازم نخلي بالنا منه، ومعتمد جمال، كابتن معتمد جمال، خلي بالك منه كويس قوي، ان لازم اللعيبة تتقرص ودنها على اللي حصل النهاردة. انا كنت شايف النهاردة ان اللعيبة بيلعبوا بفردية كبيرة جدا، وحتى كمان ورا حسام عبد المجيد بيحاول يلعب كور فيها ريسك كبيرة جدا، هو محمود بنتايك، واللعب فردي. وحتى لما نزل ادم كايد برضه بدأ يلعب فردي،
ومحمد سيد يلعب فردي، واحمد ربيع يلعب فردي، وعدي الدباغ لما يجي له انفرادات وبزيره ما يخلصش. حاجه كانت صعبه جدا، واللعب فردي، ومحمد اسماعيل ولعب باستعراض، ولعب استعراضي كله. جيب جونين ثلاثه واستعرض براحتك. الماتش على كف عفريت، الماتش مش مستحمل، والبطوله مش مستحمله. انت عندك ظروف كتير صعبه جدا. يعني الظروف ديت انت بتواجهها بالجمهور، وبتواجهها بالحماس، وبتواجهها بالجرينتا. انما هترفع الياقه وتلعب بمنظره، وتلعب باستعراض وكعوب، وتروح بكره يا الله. في لعيبه كتيره جدا، شفت لعيبه خط الوسط النهارده، اللعيبه المهاجمين والاجنحه بتقطع له في مساحه فاضيه، العب له الكوره على طول طويله وصريحه في مساحه فاضيه. انما ترجع تاني بالكعب وهو يجري على الفاضي ويقطع لك على الفاضي، ما تلعبلوش الكوره وترجع تاني، وبعدين بترجع بالكوره تاني، وبعدين حسام عبد المجيد يحب يلعب الكوره كذا مره لمحمد ابراهيم، يلعبها له زي اختبار صعب جدا، يا تطلع اوت، يا ممكن اللعيب ما يلحقش يستلمها كويس يتضغط عليه، وانت بيلعب عليك اجنحه من احسن الاجنحه. يعني عبد الرحمن مجدي ده لعيب جناح قوي جدا، يسر وحيد جناح كان قوي جدا، مبولولو كان راس حربه، طبعا احنا عارفين تاريخه كله قبل كده من ايام ما كان في الاتحاد قبل ما يحترف ويرجع تاني بره. وفادي فريد. طب وليه كده؟ وليه انتوا عيشتونا على اعصابنا؟ بداتوا المباراه كويس جدا، كملوا عليه. احنا في ماتش بيراميدز قلنا ان احنا الزمالك تسيد المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، فما كانش في كلمه نعلقها، حد فينا يقدر يعلقها على المباراه. عموما الف مبروك على المباراه. انا اتكلم كده بس بسرعه دلوقتي بعد الماتش. طبعا الواحد اعصابه، يعني اعصاب كل الناس ثابت النهارده، واعصابنا تعبت جدا النهارده من شويه الدلع اللي حصلوا في الاخر. يا رب ما يتكررش، ويا رب لما يبقى عندك ماتش مهم تخلص الماتش من اوله. ومحمد شحاته، لازم محمد شحاته يفوق لنفسه كويس من التهور والاندفاع اللي هو عنده ده. كان النهارده هيكلف الزمالك كتير جدا، وانا قلت ان محمد شحاته كانت طرده نقطه فارقه جدا في المباراه، وخسر الزمالك تغيير زي عبد الله السعيد اللي كان في المساحات، وهم بيلعبوا 10 لعيبه، واحد زي عبد الله السعيد، بصير زي عبد الله السعيد ده هيقدر يشغل الاجنحه اللي عندك اللي هم اسرع اتنين اجنحه في الدوري، واسرع اتنين لعيبه في الدوري، هيشغلهم في المساحات الفاضيه وهم بيحاولوا يهجمهم. فهيشتغل بزيرة ويشتغل شيكوبانزا. فقدنا كل ده، وفقدنا خط الوسط، وفقدنا حاجات كتير جدا، بالاضافه للرعونه اللي حصلت وشويه الدلع اللي حصلوا. وبعدين انا لازم اقول لعيبه الزمالك حاجه، انتوا لسه ما حققتوش حاجه، لسه بدري قوي على الكلام ده. ايه كعوب والكلام ده؟ لا، جيب 3 4 تجوان وبعد كده العب كعوب زي ما انت عاوز، انما النتيجه 1-0 وماتش متعلق، ما ينفعش الكلام ده. عموما الف مبروك على الزمالك، الف مبروك على استمرار تصدر الدوري. ان شاء الله ناخد درس من اللي حصل النهارده، ويا سلام لما بتاخد الدرس وانت كسبان، احسن ما بتاخده في اي نتيجه تانية. والف الف مبروك تاني مره لكل منظومه الزمالك من اولها لاخرها، والف الف مبروك، ونتقابل ان شاء الله في لقاء تاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.